الأهلي والترجي التونسي. ما يغركش نتيجة الترجي التونسي أمام الصفاقسي التونسي وهزيمته 1-0. ما يغركش هزيمة الترجي التونسي من الأفريقي التونسي في الدوري التونسي 1-0. لازم تكون مستعد استعداد كامل للترجي التونسي كلاعب أهلاوي في رادس، لأن كل لاعب بيحضر نفسه على مستوى الفريق اللي هيلاعبه. عشان خاطر كده بقول لك لازم تكون مستعد للترجي التونسي. ممكن تكون بداية الترجي التونسي أمام النادي الأهلي ويرجع من تاني. لازم لعيبة النادي الأهلي تعرف كده كويس إن اللاعب بيحضر نفسه على حجم النادي اللي هو هيقابله، بدليل لما شفنا مباراة الزمالك وبروكسي، شفنا بروكسي عمل ايه في الزمالك. لولا العناية الإلهية ومصطفى شلبي كان الزمالك خرج من دور ال 32 على يد بروكسي. النهارده بنشوف الوضع، اللاعب العربي مختلف، وطبعا بسبب كده الكورة عندنا في تدهور، في مصر بالذات بتتدهور الكورة بسبب هذه المشكلة، ان اللاعب بيحضر نفسه على مستوى النادي اللي هو هيلاعبه. يعني اللاعب بيحضر نفسه على مستوى النادي الاهلي لو هيلاعبه، اللاعب بيحضر نفسه على مستوى نادي الاسماعيلي لو هو هيلاعبه، اللاعب بيحضر نفسه على مستوى بيراميدز لو هو هيلاعبه. ودون خطأ كبير عندنا في الكرة المصرية. عشان خاطر كده المنتخب مش متقدم خالص 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 بسبب هذه التحضيرات اللي هي بشوفها خايبة من اللعيبة المصرية. لازم تحضر نفسك كأنك هتلاعب ريال مدريد مع أي فريق، لازم تحضر نفسك على كده. انما تحضر نفسك على مستوى الفريق اللي انت هتلعب معاه، ما انت كده متدهور ومدهور الكرة المصرية معاك. لازم النادي الاهلي يكون جاهز للترجي التونسي، لازم النادي الاهلي يجي بنتيجة ايجابية من رادس عشان خاطر يلعب مباراة الاهلي والترجي التونسي في مصر بارتياحية. والى اللقاء وليس نهاية اللقاء.